قبل 20 عاما كنت في المملكة العربية السعودية في الرياض. كنت إماما لأحد الجوامع ألقي بعض الدروس والخطب. أذكر أنه دخل علينا رمضان، كنا في اليوم السادس أو السابع، صلينا التراويح، وجدت أحد الشباب يبكي من ورائي. لما فرغت من الصلاة جاء إلي مسلما يقول: يا شيخ أنا سلطان. من أنت؟ أنا معروف. يعني ماذا معروف؟ أنا تاجر مخدرات، أنا أكبر وأشهر تاجر مخدرات، كل الدنيا تسعى إلي، لدي قضايا في الشرطة وقضايا في الأمن العام، والناس كلهم يطاردونني، أنا مطرود حتى من بيتي. هل تعرف يا شيخ أنني لم أشاهد أبي منذ كذا وكذا من الشهور؟ أقبلت على سنة وأنا لم أرى والدي حتى الآن. كلما دخلت المنزل إما يسرع أبي إلى الهاتف ليتصل بالشرطة أو يبلغ أحد الناس فيذهب قريبا من جهة أمنية ليستدعيهم حتى يقبضوا علي، فآخذ أغراضي وأهرب من بيتي سريعا. وها أنا اليوم أشعر أنني بحاجة إلى التوبة، وأنني أريد أن أرجع إلى الله، وأنني أريد أن يقبلني الله، فهل يقبلني؟ قلت: سبحان الله، ومن يغلق عنك باب التوبة؟ أنت في رمضان قد غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان وصفدت مردة الشياطين، وسيقبلك الله، فأقبل. وبدأ هذا الشاب يلازم المسجد. كنا نراه بعد صلاة العشاء والتراويح جالسا، ندخل قبل صلاة الفجر وهو جالس: يا سلطان، ألا يوجد لك مكان تبيت فيه؟ لا، يوجد كثير من الأماكن، لكنني لا أريد أن أعود إلى صحبة السوء. والله لو علم أصدقاء السوء اليوم لألقوا تحت يدي الآلاف من الريالات. يا شيخ، كان كل يوم تأتيني أنواع جديدة من المخدرات، كل يوم تعرض علي أنواع من المسكرات، وكل يوم يأتيني أرباح بالآلاف من الريالات، ولو عدت لوجدت أحسن الفلل وأجمل القصور وأروع الشقق المفروشة، لكنني لا أعود أبدا إلى طريق السوء ولا أرجع إلى صحبة السوء. وجدت همة عجيبة فيه وإصرارا غريبا. حدثني يوما بعد صلاة العصر فقال: يا شيخ، أريد أن أحفظ القرآن، نحن الآن قاربنا أن ننتهي من رمضان. قلت: هل تستطيع بإذن الله جل وعلا أن تحفظ في اليوم صفحة؟ قال: سأحفظ صفحتين. وخلال شهر ونصف كان قد أكمل قرابة 3 أجزاء أو 4 أجزاء أو زيادة، وكان يقول: والله لن تمر 7 أشهر إلا وقد ختمت القرآن كاملا. يا لهمتك، أتعجب من هذه الهمة. أخبرني أحد رواد المسجد أن له أخا شقيقا هو إمام مسجد في مدينة أخرى وحي آخر. اتصلت عليه: السلام عليكم الشيخ إبراهيم. نعم. هل لك أخ يقال له سلطان؟ نعم أعرف أخي، لكن مطرود من بيتنا. هذا أدعو له بالهداية يا شيخ، هذا بعيد وهذا معرض وهذا. يا أخي، هذا أخوك قد تاب إلى الله. لا يا شيخ، أخويا لا يتوب. يا أخي، والله أخوك في المسجد عندي، والله يصلي معي كل يوم التراويح، والله أراه حريصا على القرآن، يسمع لي القرآن، لا أصدق حتى أرى بعيني يا شيخ. مر أسبوع بعد العيد وجاء إبراهيم ليتفاجأ أن أخوه يفترش المسجد وأنه لا يضع غطاء وينام على الأرض. عانق أخوه وبكى. استضافه في بيته طيلة 5 أسابيع أخرى، ثم أقبل سلطان على محلات الخضار واتفق معهم أن يأتي لهم بخضار بالجملة ويبيع ويشتري حتى يتقوت ولا يمد يديه لأخيه فيساعده. واستمر على هذا الحال حتى اقتربنا من شهور الحج، من أيام الحج الأولى. فجاءني أحد الشباب باتصال يقول: هل تعرف سلطان؟ نعم أعرف سلطان. خير؟ قال: حصل له أن له أخا شقيقا هو إمام مسجد في مدينة أخرى وحي آخر. اتصلت عليه: السلام عليكم الشيخ إبراهيم. نعم. هل لك أخ يقال له سلطان؟ نعم أعرف أخي، لكن مطرود من بيتنا. هذا أدعو له بالهداية يا شيخ، هذا بعيد وهذا معرض وهذا. يا أخي، هذا أخوك قد تاب إلى الله. لا يا شيخ، أخويا لا يتوب. يا أخي، والله أخوك في المسجد عندي، والله يصلي معي كل يوم التراويح، والله أراه حريصا على القرآن، يسمع لي القرآن، لا أصدق حتى أرى بعيني يا شيخ. مر أسبوع بعد العيد وجاء إبراهيم ليتفاجأ أن أخوه يفترش المسجد وأنه لا يضع غطاء وينام على الأرض. عانق أخوه وبكى. استضافه في بيته طيلة 5 أسابيع أخرى،
ثم أقبل سلطان على محلات الخضار واتفق معهم أن يأتي لهم بخضار بالجملة ويبيع ويشتري حتى يتقوت ولا يمد يديه لأخيه فيساعده. واستمر على هذا الحال حتى اقتربنا من شهور الحج، من أيام الحج الأولى. فجاءني أحد الشباب باتصال يقول: هل تعرف سلطان؟ نعم أعرف سلطان. خير؟ قال: حصل له حادث، انقلب بالسيارة من فوق الدائري وسقط على الطريق الأسفلت الأسفل. انطلقنا بسرعة إلى المستشفى، دخلنا، قالوا لا توجد زيارة، العناية المركزة، كسور في الجمجمة والظهر وشلل تقريبا ولا يتحرك فيه شيء من جسمه. بعد أسبوعين 3 دعوات المصلين، بدأنا نقص قصته ونحكيها للناس، بدأ الناس يتناقلون قصته في المنابر وفي الجمع. سمع بعض الشباب من مهرب المخدرات والفاسدين فجاءوا إلي عند المسجد ينتظرون خارج المسجد، لم يصلوا معنا، أوقفوني بعد الصلاة: يا شيخ، يا إمام المسجد، هل فعلا عندك واحد اسمه سلطان قد تاب إلى الله وقد أصابه حادث؟ نعم والله. بدأوا ينظرون إلى بعضهم لا يصدقون أن هذا يتوب وأن هذا يؤوب ويرجع إلى الله جل وعلا. جاءنا الخبر من أخيه أنه قد أخرج من العناية المركزة إلى غرفة الجراحة. ذهبنا إليه نزوره، لا شيء فيه يتحرك. أمسكت بيده وبدأت أرتل بعض آيات القرآن الكريم، لكنني أحسست بشوقه وحنينه إلى المسجد. أحببت أن أطمئنه فأقول: الصحبة الصالحة تنتظرك، المحراب ينتظرك، المسجد ينتظرك، القرآن ينتظرك. نزلت من عينيه دموع، وأنا أتعجب والله من هذه الدموع، لا أدري أدموع توبة، أدموع شوق أو حزن أنه لم يستطع أن يكمل حفظ كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. خرجنا من عنده بعد 4 أيام أو 5. ذهبت أمه لزيارته، أما أبوه، وقال: يا جماعة، هل تشاهدون ما أشاهد؟ يا أمي أريد أن أتوضأ، وضئيني. كيف أوضئك وأنت مشلول على السرير؟ كل جسم فيك مكسر ومحطم، وضئيني حتى لو بقطعة قماش. أخذت أمه قطعة قماش وبدأت توضئه وتمسح له وجهه وذراعيه وكفيه وقدميه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفاضت روحه إلى الله. وصل الخبر لا أصدق، أخبرني صاحبي، انطلقنا إليه، أخذناه حملناه إلى مغسلة الأموات. أما الخبر فقد وصل إلى أقاصي الدنيا، حتى إلى 400 كيلو إلى مدينة الدمام في المنطقة الشرقية. جاء كثير من الشباب العصاة، نعم والله عصاة لا يصلون، وبعضهم كان في حالة سكر، وبعضهم جيوبه مملوءة بالمخدرات. جاءوا إلى الجنازة، كان الطريق الدائري مسدودا من كثرة السيارات. أما داخل مغسلة الموتى فقد اتصلت على والده: يا فلان، أنت ابنك مات، لا يوجد لي ابن ولا تتصل علي مرة أخرى. لم أمل، رفعت السماعة: يا حج فلان، أنا الشيخ فلان، ابنك مات، تعال قبل أن نكفنه ونأخذه إلى المقابر. ووصيت بعض جيرانه أن يلزموا ويشددوا عليه. انطلقوا إليه، جاءوا بالأب. دخل الأب، فلما كشفنا الوجه قال: هذا ليس ابني كان أسمر البشرة، هذا رجل أبيض البشرة. قلت له: والله العظيم هذا ابنك. قال له ابنه الأصغر: والله يا أبي هذا أخي سلطان. أكب الأب على ابنه يقبله ويحضنه ويبكي ويقول: سامحني يا ابني، كنت أتمنى أن أصدق أنك تبت لله وأنك رجعت إلى الله، وإني لأشهد الله أني عنك راض. يا لحسن هذه الخاتمة، ويا لذلك الوجه المنير. أخذ إلى المقابر، كانت جنازة مشهودة. أذكر أنني خرجت من المقابر بعد 2 ظهرا. حدثني بعض الشباب أن شبابا من العصاة ظلوا في المقابر إلى أذان صلاة المغرب، وهم جالسون يدعون الله جل وعلا له بالمغفرة والرحمة.